أهلا بيكم. النهاردة هنبص بتمعن على تطور مهم جدا بيحصل في أفريقيا، له علاقة بقضية الصحراء المغربية. معانا خلاصة تقرير اسمه مواقف إفريقية حول الصحراء المغربية، وهنحاول نفهم مع بعض إيه اللي بيتغير بالظبط. أهلا بيكي. الموضوع فعلا يستاهل المتابعة، خصوصا أن التقرير ده بيشاور على تحولات ممكن تكون ليها تبعات كبيرة. تمام. المصادر دي بتتكلم عن تحول ملحوظ في مواقف بعض الدول الأفريقية. دول كانت معروفة بمواقف معينة ودلوقتي بدأت تميل لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل. تحليلنا النهاردة هيركز على إيه التغيير ده وإزاي بيأثر على الخريطة السياسية في المنطقة، خصوصا التحالف اللي هو المعروف بين الجزائر وجنوب إفريقيا الداعم لجبهة البوليساريو. خلينا نفصص الموضوع ده بالظبط، إزاي التحولات دي بتضغط على المحور ده تحديدا. هنشوف دول زي كينيا وغانا كمثال، مواقفهم اتغيرت بشكل لافت. واللي مثير للاهتمام هنا هو التوقيت والتبعات الدبلوماسية للتحولات دي، مش مجرد كلام، دي خطوات ليها وزنها. التغيير مهم. كينيا اللي طول عمرها أو العقود كانت بتدعم البوليساريو أو بتعترف بالكيان اللي أعلنته، بدأت تلمح لتقارب مختلف مع المغرب. صحيح. والخطوة دي جت بعد فترة طويلة من موقف شبه ثابت. والأوضح كمان كان بيان مشترك طلع بعد مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس وزراء وزير خارجية كينيا موسى مودافدي. البيان ده وصف مقترح الحكم الذاتي المغربي اللي هو حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، وصفه بأنه المقاربة الوحيدة المستدامة للحل. دي جملة قوية جدا جدا، وتعتبر نقلة نوعية فعلا في موقف كينيا. المصادر بتربط ده زي ما التقرير بيقول برغبة كينية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الرباط. هو المغرب بقى ليه وجود اقتصادي واستثماري متزايد في شرق أفريقيا، وكينيا شايفة مصلحتها في ده. منطقي. طب وده تأثيره إيه على التحالف التاني اللي هو الجزائر وجنوب أفريقيا؟ لما دولة بحجم كينيا ليها وزنها في شرق أفريقيا تغير موقفها بالشكل ده بيعتبر ضربة للتحالف الجزائري جنوب أفريقي. كينيا كانت محسوبة ولو بشكل غير مباشر تبع الدائرة المتعاطفة مع البوليساريو. طيب، والتقرير ذكر أي ردود فعل داخل كينيا مثلا أو من الجزائر وجنوب أفريقيا؟ التقرير ما دخلش في تفاصيل ردود الفعل قوي، بس بيلمح إن أي تغيير في سياسة خارجية قديمة بالشكل ده طبيعي يقابله نقاش داخلي وممكن ضغوط من الأطراف الأقليمية التانية، بس الأهم إن الخطوة اتخذت خلاص بشكل رسمي. تمام. والتحول ما كانش في كينيا بس، المصادر بتنقلنا لكام شهر بعد كده يناير 2025 وغانا هي كمان أخذت خطوة كبيرة. غانا كمان، ودي برضو مفاجأة تانية. غانا أعلنت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية، وكمان زي كينيا أعلنت دعمها لجهود المغرب عشان يلاقوا حل مقبول للنزاع. ده تغيير كبير برضو لدولة زي غانا بتاريخها المعروف. فعلا غانا ليها أرث تاريخي في دعم حركات التحرر ومبدأ تقرير المصير، فالتحول ده بصراحة يعتبر مفاجئ للكثيرين. والتقرير بيربط ده زي حالة كينيا بسياق أوسع، رغبة غانا في إنها تعزز شراكاتها الاقتصادية وتواكب التغيرات في القارة. كأن المصالح الاقتصادية والبراجماتية بقت هي اللي بتحرك المواقف دي بشكل أكبر دلوقتي. كأن في نمط بيتكرر هنا، مصالح اقتصادية بتدفع لتغيير مواقف سياسية تاريخية. بالظبط، ممكن نقول كده. لكن الصورة مش كلها في اتجاه واحد، صح؟ نيجيريا مثلا، ايه وضعها حسب التقرير؟ هنا بقى الوضع مختلف شوية. التقرير بيوضح إن نيجيريا، ودي طبعا قوة إقليمية كبرى في غرب أفريقيا، لسه محتفظة بعلاقات دبلوماسية كاملة مع الجمهورية الصحراوية. الموقف ده ثابت من سنة 1984، بقالها فترة طويلة جدا. والأهم إن مفيش أي تصريحات رسمية جديدة أو واضحة تقول إن الموقف ده بيتغير أو حتى في نية لتغييره قريبا. فموقف نيجيريا ده عامل مهم لازم نفضل متابعينه، وبيخلينا نسأل هل التحولات اللي شفناها في كينيا وغانا دي هتبقى هي القاعدة الجديدة ولا هتفضل حالات فردية؟ ممكن نقول إن صمت نيجيريا أو ثبات موقفها بيخلي المشهد الأفريقي لسه فيه انقسام بخصوص القضية دي؟ تماماً، الانقسام لسه موجود. طيب، وهنا بقى نوصل لتأثير كل ده على الصورة الأكبر. التحالف التقليدي بين الجزائر وجنوب أفريقيا، التحولات دي خصوصا من دول ليها وزن زي كينيا وغانا أكيد ليها تبعات عليهم.
مش كده؟ بكل تأكيد. دي نقطة مهمة جدا. التحولات الفردية دي لما تتجمع بتخلق موجة ضغط حقيقية على المحور التقليدي الداعم للبوليساريو. يعني مع كل دولة أفريقية بتغير موقفها أو بتدعم المقترح المغربي أو حتى بتفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، الزخم بيزيد لصالح الموقف المغربي. وده بيقلل من نفوذ الجزائر وجنوب أفريقيا في الملف ده داخل الاتحاد الأفريقي وفي المحافل الدولية. أكيد موقفهم بيضعف وبيواجهوا تحديات حقيقية، وممكن نشوفهم بيحاولوا يتحركوا عشان يعززوا موقفهم أو يدوروا على طرق تانية لمواجهة التغيرات دي. ممكن نشوف عزلة أكبر ليهم في الملف ده. يبقى لو حبينا نلخص اللي شفناه النهاردة من المصادر دي، في تحول واضح في المواقف الإقليمية تجاه نزاع الصحراء الغربية. كينيا وغانا أمثلة قوية جدا. مظبوط. دول مؤثرة غيرت مواقف تاريخية لصالح دعم المقترح المغربي. وفي نفس الوقت لسه في قوى إقليمية تانية زي نيجيريا موقفها ثابت أو مش واضح هيتغير ولا لا. تمام. وده بيخلي الصورة لسه مش مكتملة، بس النتيجة المباشرة هي إن الضغط بيزيد على التحالف الجزائري الجنوب أفريقي. ولو بصينا للموضوع بشكل أوسع شوية، ممكن نقول إن التحولات دي ممكن تكون بداية لإعادة تشكيل أوسع للتحالفات والمحاور التقليدية في أفريقيا عموما، مش بس في قضية الصحراء. المصالح الاقتصادية والبراجماتية شكلها كده بتلعب دور أكبر وأكبر. وده يخلينا نفكر في نقطة أخيرة ممكن نختم بيها. اتفضل. بعيداً عن البيانات والتصريحات، يا ترى إيه الخطوات العملية اللي ممكن الدول دي زي كينيا وغانا تاخدها علشان تثبت مواقفها الجديدة دي على الأرض؟ سؤال مهم جدا. وفي المقابل، إيه ممكن تكون استراتيجية الجزائر وجنوب أفريقيا عشان يردوا على التحديات دي ويحافظوا على نفوذهم في الملف ده جوه القارة؟ بالظبط، دي أسئلة أعتقد الأيام الجاية هي اللي هتجاوب عليها. فعلا هنحتاج نتابع التطورات دي عن قرب.